طردوني من غير أي سبب. طرد بيسان إسماعيل من عرس غيث مروان، وبكائها وردها على غيث وسارة. بيسان إسماعيل تفضح غيث مروان، ورد غيث مروان وسارة على طرد بيسان إسماعيل من عرسه. ومين الكذاب؟ الحقيقة كاملة. السلام عليكم وأهلا بكم. فوجئت اليوتيوبر السورية بيسان إسماعيل بطردها من حفل زفاف غيث مروان والشابة سارة، والكلام ده قالته في مقطع فيديو مصور بثته عبر خاصية الستوري في حسابها بانستجرام. كما أوضحت بيسان إسماعيل في الفيديو أنها التقت بالعروسين قبل أيام وتلقت دعوة منهم لحضور حفل الزفاف، وبناء على ذلك قامت بتجهيز نفسها مؤكدة أنها كانت مستعدة للحفل تماما. وبعد كده توجهت إلى الحفل رفقة شخصين ولم تكشف عن هويتهم، ولدى وصولهم إلى موقع الحفل فوجئت بيسان إسماعيل بأن رجل الأمن يخبرها بأنها ممنوعة من الدخول ويسمح للشخصين المتواجدين معها بالدخول. وبقت بيسان إسماعيل تنتظر خارج الفرح، وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها اليوتيوبر السورية بيسان إسماعيل استعداداتها لحفل زفاف مروان غيث وسارة. كما ظهرت أيضا وهي ترتدي الفستان ووضعت المكياج. وأخيرا قبل دخولها الحفل تم منعها من الأمن